سلام، كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. كنتمنى تكونوا في صحه جيده وفي احسن الظروف، وكنتمنى تدخل عليكم سنه 2023 بالصحه والسلامه والارزاق اللي تدخلوا عليكم بمولود جديد للسيدات اللي كيتسناو انهم يحملوا يا رب. الحلقه هذه ان شاء الله غادي نتكلموا على الاكل الممنوع والاشياء الممنوعه على المراه المرضع اللي كيأثروا على الصحه ديالها واللي كيأثروا لها على الحليب واللي يقدروا يديروا تاخر النمو وتاخر الكلام عند الرضيع. كذلك في هذه الحلقه هذه غادي نشوفوا الاكل الصحي، الاكل اللي كيعطي واحد الكميه كبيره ديال الحليب للمراه المرضع اللي يقدر يستافد منها الرضيع ديالنا. فيديو مهم بزاف للسيدات، ما تنساوش تكملوا حتى الاخر لانه غادي ينفعكم، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم، ما تنساوش كذلك تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. واي سؤال عندكم يمكن لكم تحطوه في التعليق غادي نجاوبكم عليه. ما نطولش عليكم، غادي نبداو اولا بالاكل الممنوع والاشياء الممنوعه على المراه المرضع اللي تقدر تادي لينا الصحه ديال البيبي وتقدر تهرب المراه المرضع الحليب. الوغ اول حاجه غادي نتكلم عليها واللي كتوقع بزاف في السيمانه الاولى بعد الولاده، اول حاجه الاعصاب والفقصه والستريس. يعني السيده من بعد الولاده كيقدروا يكونوا عندها مشاكل مع الزوج ديالها، مع عائله الزوج ديالها. هنا السيده كتعصب وكتقدر تفقد الحليب ديالها من الثدي. دونك من هذا المنبر هذا تنوجه واحد الرساله للزوج وعائله الزوج. السيده ملي تكون والده تكون مرات بواحد الظروف صعبه ديال الحمل والستريس، لهذا حاولوا عليها تهلاو فيها، ما تخليوهاش تعصب، ما تخليوهاش تفقس، لان بهاد الاعصاب تقدر تفقد الحليب ديالها وتقدر تكره حتى الرضيع. الحاجه الثانيه هي لا ديبرسيون ابري لاكوشمون. بزاف ديال السيدات تيقدروا يعانيوا من المشكل ديال الاكتئاب بعد الولاده. كيقدر السيده يجيها اكتئاب بعد الولاده، لهذا خصها تكون قويه وخصها تعالجو باش ما يمشيش لها الحليب، وباش بزاف السيدات تيقدروا يكرهوا البيبي ديالهم، ما تيبقاوش حاملينه لدرجه انهم تيبغيو يقتلوه. راه كاين هاد الدرجه هذه كتسمى لا ديبرسيون ابري لاكوشمون. الادويه ممنوع على المراه الحامل والمرضع انها تاخذ ادويه كيف ما كانوا الا للضروره القصوى والا باستشاره طبيه، حتى تكون انها خصها ضروري تاخذ واحد الدواء عاد خصها تاخذه. من الاحسن ان السيده الحامل كنأكد عليها والمرضع ما تاخذش الدواء نهائيا، لان الادويه عندهم واحد الاثار جانبيه، خاصه المراه اللي تكون ترضع. تيقدروا دوك الادويه يدوزوا في الحليب للرضيع ديالها، تيقدروا دوك الادويه يحبسوا لها الحليب يمشي، تيقدروا دوك الادويه يقدروا يديروا الرضيع تاخر ديال النمو او لا تاخر ديال الكلام. اللي الاعشاب بعدوا منهم. انا ديما تنوصيكم على الاعشاب المراه الحامله واللي ترضع تبعد من العشوب. انا غادي نقول لك واحد العشوب اللي تقدري تاخديهم وانت كترضعي اللي كيقدروا يديروا لك الحليب، من غيرهم ما تاخدي حتى حاجه، لان العشوب تيكونوا حارين حتى هما يقدروا يدوزوا البيبي في الحليب ويقدر داك الحليب يمشي لك، او لا يقدر الحليب يولي المذاق ديالو مر وبالتالي البيبي يرفض البزوله ديالك ما يبقاش يبغي يرضع. موانع الحمل كنسطر عليها بالحمر. موانع الحمل كاينه ديال الحماله، هي السيدات تيجيو عندي الخدمه باقا تترضع، باقا ما كملش 6 شهور من بعد الولاده ديالها، وتتمشي تاخذ الكينه ديال 21 حبه اللي فيها دو هرمون، فيها الاستروجين وفيها البروجستيرون. وبالتالي هنا شنو تيوقع؟ تيقدر داكشي يتسرب للبيبي عبر الحليب، تقدر هذيك الكينه تحبس ليها الحليب نهائيا ما يبقاش فيها. عندها بزاف المشاكل، مع العلم ان بزاف ديال السيدات راسهم قاصح ما تيبغيوش ياخذوا الكينه ديال الرضاعه. تتقول لك الكينه ديال الرضاعه خفيفه غادي نحمل بها، ماشي خفيفه، انت اللي ما تاخذيهاش في وقتها وانت اللي ما تستعمليهاش استعمال صحيح. الكينه ديال الرضاعه تناخذها من بعد الولاده ديالي ب 21 يوم. ملي تنكمل 21 يوم بعد الولاده كنبدا الكينه ديال الرضاعه كل نهار، ما تنحبسهاش في نفس الوقت لمده 6 اشهر. من بعد عاد تنقدر ناخذ الكينه ديال 21 حبه. غادي نهضر على حويجات وحده اخرين اللي حتى هما كيقدروا يديروا اخطار ومشاكل الرضيع. هي الصباغه ديال الشعر، الصباغه ديال الشعر، البروتين، الكيراتين، ليساج، كاع داك التخربيق كامل اللي غنحطوا على شعر فيه لي برودوي شيميك. واخا يقولوا لك ما فيهش لامونياك، واخا ما فيش لامونياك راه فيه مواد وحده اخرى كيميائيه اللي تقدر تسرب عبر الجلد وتمشي لك الحليب ويرضعها البيبي ديالك. دونك حامله ما تصبغيش شعرك، كترضعي ما تصبغيش شعرك، ما ديريش الكيراتين. من اصلا بعد الكيراتين والبروتين وداك التخربيق كامل ديال ليساج كيطيح الشعر، وانت كترضعي شعرك كيطيح. وغتزيدي ديري داكشي لشعرك، شعرك ما غاديش يبقى، غتولي قرع. دونك داكشي غير نسيه حتى تحبسي الرضاعه وتقدري ديريه الا بغيتي. الثومه، البصله، الحار، العطريه الحاره، هادو كاملين تيخليو لينا الحليب يولي مر. الحليب اللي تتعطي لولدك تيولي مر، وبالتالي كيرفضوا، وبالتالي ما كيبغيش يشد لك البزوله. لهذا انا ديما تنقولها في الشهر ديالك التاسع نحاول نحيد الثومه، نقص منها، نقص من البصله الحاره. انا تنقول لك ما تاخديش نهائيا. البزار والعطريات التوابل نقصي منهم، حيتاش ملي غتبغي تعطي لولدك يرضع غيلقى داك الحليب مر، تيولي اللون ديالو خايب زرق، وبالتالي غادي يرفض لك البزوله ما غاديش يبغي. دونك هادشي يتحيد. غادي نشوفوا الخضر اللي غير صالحه للمراه المرضع. عندنا الخضر اللي فيها لي غاز بحال الكرنب، الشيفلور، الفلفله. المرضع تحيدهم علاش؟ حيت فيهم لي غاز، وهاد لي غاز كيدوزوا للبيبي، وبالتالي كتلقاي داك الرضيع ما بغاش يسكت من البكا. علاش؟ حيت تيوقعوا له اضطرابات هضميه، دوك لي غاز كيديروا له الوجع
وما تيبغيش يسكت ليك بسبب دوك الخضر. كذلك الفواكه غادي تبعدي كاع من الفواكه اللي فيهم لا فيتامين سي، بحال الليمون، بحال الاناناس، بحال الكيوي، بحال الفريز. هادو كاملين غتحيديهم. والفواكه ديال لا سيزون بحال الخوخ، بحال العنب، بحال البرقوق، بحال المشمش، هادشي كامل المراه المرضع ما كتاكلش الفواكه. انا بعدا هادي كنسطر عليها بالحمر. راه بزاف ديال السيدات اللي تياخذوا الفواكه وهي كترضع ولدها تيقدروا الوليدات يمرضوا لهم صارنهم، والله يستر بعض المرات تيقدر يؤدي بهم الامر حتى للوفاه. وانا حضرت على هذا الشيء بعيني. اللي تترضع ما تاكلش الفواكه من غير هاد ثلاثه اللي غنقول لك دابا: البنان، التفاح، الارجاز. من غير هاد ثلاثه ما تاكليش الفواكه، لان تياثروا بزاف على المصارن ديال البيبي. كيقدروا يديروا له الاسهال، كيقدروا يديروا له لي غاز، وتيقدروا يديروا له تعفن ديال المصارن ديالو، بالتالي تيعطيو مضاعفات خايبه بزاف للرضيع. وداك الاسهال تيقدر يطيب لك البيبي، يعني لي فاس ديالو فلاكوش تتلقاي الجلده ديالو باغا طير، تتلقاي لي فاس ديال البيبي حمرين غيطيروا ما تيبغيوش يبراو. الفواكه نعاود نقولها، الا كنتي كترضعي بعدي من الفواكه على الاقل حتى يوصل ولدك العام. ملي يوصل الرضيع ديالك العام، ديك الساعه تقدري تاكلي انت الفواكه، ويقدر حتى هو ياكل الفواكه. الفواكه انا قلت لك كاملين، زيدي عليهم حتى الدلاح والبطيخ، كاع الفواكه ديال لا سيزون بعدي منهم باش ترتاح. النعناع بعدي منه لانه كيحيد الحليب. القهوه، اتاي، الشوكولات، هاد المواد بثلاثه كيحتويو على الكافيين، وبالتالي الا خديتيهم غيدوزوا للبابا ديالك عبر الحليب، وبالتالي ما غاديش ينعس، ما غادي لا انت لا هو. هاد المواد كيسهروا كيطيروا النعاس، وحتى هو كذلك غادي يسهر معك وما غاديش ينعس ليه. حتى هما حيديهم في الفتره ديال الرضاعه ديالك، وخاصه اتاي، لان اتاي المراه المرضع تتفقد بزاف، تقدر تفقد كميه كبيره من الحديد، واتاي تيزيد يفقدك واحد الكميه كبيره من الحديد. لهذا حاولي تجنبي اتاي، خذيه مرات قليله او حاولي تحيديه في خطا. اللبن كذلك، اللبن غادي تبعدي منه. علاش؟ حيت اللبن فيه لي غاز. الماكله الزنقه بلا ما نوصيك بعدي من الماكله الزنقه، لانها كلها ميكروبات، كلها اوساخ. المواد الحافظه داكشي ديال الحانوت، اي حاجه المعلبات اللي فيهم المواد الحافظه بعدي منهم، لان داكشي راه مسرطن. والبابا ديالك باقي صغير ما عندوش مانع، يقدر يدوز ليه في الحليب، يقدر يدير له تاخر ديال النمو، تاخر المشي، تاخر الكلام. المقلي حتى هو بعدي منه، راه ماشي صحي لا ليك ولا للرضيع. هو السكريات تجنبيهم، كاع الحلويات ديال السكر او لا اي حاجه العصائر ديال السكر حاولي تجنبيهم. علاش؟ حيت شتي داك السكر تيدوز في الدم ديال الرضيع، وبالتالي تقدري تشوفي ان الرضيع تنفخ غلاط بزاف، تقدر الله يستر يجيه مرض السمنه او لا يقدر يجيه مرض السكري. دونك كان هادو هما الاكل او الاشياء الممنوعه على المرضع. دابا غادي ندوزو نشوفوا شنو هو الاكل المهم، الاكل اللي كيعطي كميه كبيره من الحليب للمراه المرضع. اولا المراه المرضع خاصها تشرب الماء بكثره، لان الحليب هو ماء فيه البروتينات، فيه الدهنيات، فيه فيتامينات. المراه المرضع ضروري تشرب كميه كبيره من الماء. خاصها تاخذ الحليب والمشتقات ديالو من غير اللبن اللي قلنا لا. الحليب، الفرماج، تاخذ دانون، تاخذ مشتقات الحليب، لان هاد مشتقات الحليب غنيه بالكالسيوم وغنيه بلا فيتامين دي، باش يعاون الطفل ديالك على نمو ديال العظام ديالو يكونوا بطريقه جيده. يقدر تاخر في السنين، يعني السنينات ينوضوا في الوقت ديالو. كذلك من الاكل اللي تيقدر يعطي كميه كبيره للحليب للمراه المرضع: الحرشه، الملوي، السردين خطير في الحليب. البلوط، الا جيتي مع وقت البلوط تاكلي، ما عرفتش السميه ديالو بالعربيه الفصحى، ولكن غادي نخلي لكم التصويره ديالو باش تعرفوا. الباربه، خيز، الشوفان، الحلبه، غزاله كتعطي كميه هائله من الحليب، ولكن ما نكثرش منها. ما نسمعش الحلبه كتعطيني الحليب نبقى ناخذ معلقه كبيره ولا جوج في النهار. 4 معالق ديال الحلبه يوميا ناخذها، 4 معالق لا اقل ولا اكثر. التمر، المكسرات طبيعه الحال بحال الكركاع، اللوز، الحماص، كاع انواع المكسرات تيقدروا حتى هما يساعدوك باش تكون عندك كميه كبيره ديال الحليب. هنا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. كنتمنى ان الفيديو تكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تعملوا جيم الى عجبكم الفيديو، وما تنساوش تشتركوا في القناه كذلك. وحاجه واحده اللي كنوصي عليها مهمه في هادشي كامل اللي قلت، هو ان السيده المرضع تحاول انها ما تتعصبش، ما تقلقش. اي حاجه غادي تعصبها في حياتها ولا تقلقها تحاول تفاداها، لان الاعصاب والقلق هما الدرجه الاولى اللي تيخليو المراه يضيع منها الحليب، وبالتالي تولي تعطي لولدها الحليب ديال الطاس. كنقول لكم الى اللقاء، الى فيديو مقبل.